ظافر وين ظافر وين الورقه اللي عطيها لك؟ عطاك ورقه هذا؟ شكون؟ سي محمد وين؟ البارح. اوكي هم ثلاثه مطالب بسيطه. احنا ما نجمش باش ندخلوا لا في مسائل سياسيه ولا في مسائل ثانيه، يعني هذا تجاوزنا احنا، لكن حابين نعملوا، تعرف انت حجم حتى التبادل التجاري بين تونس وقطر بسيط جدا، والصادرات التونسيه نحو قطر لا تتجاوز 3 مليون دولار. يعني مسألة بسيطة، ممكن الشركة أو المصنع اللي افتتحوه اليوم ممكن هو يكون نواة حتى أن نقدم بالشكل المطلوب. احنا طالبين أنه دولة قطر كل المفروض تقريبا كل الدول النامية اللي جاوا لنا عن طريق رؤساء حكومات ورؤساء دول عملوا معاهم معارض ضخمة على مستوى الدولة. دولة قطر مشكورة، دولة قطر مشكورة كفلت كل شيء. احنا طالبين ما يكون تونسيا يكون اخر 2016 معرض يضم كل المنتجات التونسيه، خاصه من الدوله المقبله على موديل 2020 مطلوب فيها كل شيء، سواء كان السيراميك، الالومنيوم، منتجات فلاحيه، المنتجات الغذائيه، الصناعيه، كل شيء. هذا بياخذوه معتبر ونجم نوفروا المكان انه نجيبوا كل الشركات التونسيه في كل مختلف المجالات انهم يعرضوا منتجاتهم، يكون الموضوع المطلب الثاني أنه أغلب الدول العربية حتى الأوروبية عندها مركز ثقافي مشترك. احنا حابين نعمل مركز ثقافي تونسي قطري يكون في الدوحة، هو مقر الدوحة. أكبر مركز ثقافي هي المدرسة صحيح، أما لكن المركز الثقافي يفعل أكثر أنشطة خاصة مع كتارة، خاصة مع وزارة الثقافة. هم يعطونا المقر، هم كان حاجة كبيرة يعني. دكتور خالد. المطلب الثالث هو سوق تونسي. احنا نحكي ياسر عن المنتجات التونسيه، شفت المنتجات من اي دوله في العالم متوفره في كل المركبات التجاريه الكبيره اللي موجوده في قطر موجوده. احنا المشكل ان المنتجات التونسيه توصل للمكان مع الشارج نتاعها ومع الجمارك تجينا غاليه. دونك والطبقه توا نتاع مع الترانسبور، تو الطبقه اللي موجوده التونسيه ولات متوسط، ما عادش الطبقه الهاي بعد الثوره قلبت نوعا ما الموازين وما عادش الطبقه الكبيره. يعني احنا نحبوا نوصلوا المنتجات التونسيه يكون انه في تسهيلات سواء كان في الجمارك سواء كان مع الكارغو لما تجي في الشحن، ومن تونس نعمل سوق تونسي. نفس الشيء هم عندهم لنا ما يسمى اسواق الفرجان. اسواق الفرجان يعني في كل حي ثم سوق. احنا تونس مثلا توانسه الكونفرساسيون تاعها السوق يكون سوق تونسي. اي السوق هما كل المنتجات التونسيه في نفس الوقت. لا